وصول إشبيلية إلى المشهد الختامي للدوري الأوروبي كان شاهدا على تألق المغربي يوسف نصيري مهاجما بتسجيله مجموعة من الأهداف الحاسمة، كما كان شاهدا كذلك على تألق مواطنه الحارس أو حارس المرمى ياسين بونو بتصدياته الناجحة التي لعبت دورا كبيرا في وصول الفريق الأندلسي إلى المشهد الختامي للبطولة. في بلاد الأندلس كان للعرب موطئ قدم ويد بيضاء في صناعة المجد والمساهمة في تكوين التاريخ عند طرق باب العودة إلى الماضي. لا شيء اختلف بين الأمس واليوم، العرب يصنعون التألق كالعادة في الضفة الأخرى. العارف بالبيت الأندلسي يعلم أن اسم المغرب كتب بمداد من ذهب في دفاتر إشبيلية عندما يذكر اسمين هما المهاجم يوسف نصيري وحارس المرمى ياسين بونو. يوسف نصيري الذي جعل من شهر أبريل نقطة أخرى في صدر تألقه مع النادي الأندلسي، والذي اختير كأفضل لاعب في الفريق ذلك الشهر، ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه المشهد الختامي لليوروبا ليج، البطولة التي تعشق الأندلسيين تاريخيا. ابن مدينة فاس حكم بحكم مدينته المغربية مصدرا فرمانا للتألق فصوله القدرة على حياكة لباس مهاجم يريد قيادة فريقه إلى منصات التتويج. هذا الذي يبلغ من العمر 25 عاما كان حاسما مع إشبيلية في جميع المنافسات، خصوصا بعد عودته من مونديال قطر. أرقام الرجل تكلمت عنه وكانت شاهدة عليه بعد أن كان منخرطا في إبعاد إشبيلية عن دائرة السقوط إلى الدرجة الثانية. ما قيل عن يوسف نصيري ينسخ بشكل نسبي على صفحة حائط الصد العملاق ياسين بونو. حارس المنتخب المغربي كان له الدور الكبير في الحفاظ على استقرار صندوق جزاء إشبيلية خلال المنافسة الأوروبية، مع العلم أنه لم يعد أساسيا في الليغا بعد تغيير الدفة التقنية بقدوم المدرب الجديد خوسي لويس منديليبار. رغم ذلك جعل ياسين بونو لنفسه بصمة واضحة في دفاتر تألق الفريق. ففي الوقت الذي كانت هناك عروض تلاحق العنكبوت المغربي بعد المونديال، اختار ياسين بونو البقاء مع الأندلسيين لتعزيز مقامهم في الليغا. والغالب أن بعد نهاية هذا الموسم سيكون للأمر ما بعده في مسار الحارس الدولي المغربي. إذن هي لمحة بسيطة حول مساهمة مغربية عربية في بلاد الأندلس تلخصها معادلة لتأكيد الذات لنجمين أحدهما يتألق بتسجيل الأهداف والآخر يتوهج بالتصدي لها. إذن في هذه المسابقة وفي أي نهائي لكرة القدم تتشعب المظاهر التي يصنعها اللاعبون داخل الميدان وعلى حافة الأرضية، وما يقوم به المدربون على دكة البدلاء دون نسيان نصيب المدرجات. ما حفل به نهائي الدوري الأوروبي من مشاهد مميزة في التقرير التالي. الجو كان هادئا إلا من التوقعات، وتارة تظهر أعمدة الدخان لمباراة تشتعل بالتنافس. على يمين اللاعبين القادمين من روما كان الملك توتي في الاستقبال ملك الوفاء، واليمين عند بونو كان الابتسام العريض في انتظار تجدده مع كأس لا يحجب صورتها إلا اللهب لأجزاء من الثانية. وبعد دقائق تغلبت الإشارات على اللسان في التعبير، والضغط تغلب على النطق، لكن الرسائل كانت مفهومة. انتقلت عدوى الإشارات إلى المدربين، بعدها غطى الفرح الإيطالي على كل أرجاء الملعب بعد أن استورده الأرجنتيني ديبالا. عكس مورينيو سير المبتهجين، لم يمنعهم، طالبهم بالعودة دون إجبار إلى أن توارى عن الأنظار. وسار منافسه منديليبار سير المغادر، أعاده راكيتيتش بصوت القائم دون أن يمنحه ولو نصف ابتسامة. من كان كريما معه ومع إشبيليا هو مانشيني. النيران الصديقة في الكرة مؤلمة، ومورينيو ردد: الضرر أنا أتحمله، بل من تحمل ثقل روما وضغطها هي أصابع بونو. جهز خريطتك حين تتوه،
ورتب أوراقك قبل امتحان الركلات، والنتائج بعد التداول على التسديد. فريق روما راصب، فريق إشبيليا ناجح. إذا مشاهدينا الكرام، نتحول وإياكم مباشرة إلى أبو داباست، نهائي اليوروبا ليج ما بين روما وإشبيليا، حيث لا تزال ركلات الترجيح مستمرة. وفي هذه اللحظات يتوج مشاهدينا الكرام إشبيليا بلقبه السابع في تاريخه. كنا نتحدث عن دكتوراه في هذه المسابقة للفريق الإسباني، الآن باتت بمثابة دكتوراه فخرية. إذن لقب سابع لإشبيليا في الدوري الأوروبي بعد أعوام 2006 2007 2014 2015 2016 و2020. روما كان يمني النفس بأن يتوج باللقب للمرة الأولى بعد أن حل وصيفا في عام 91، ولم يستطع الآن بقيادة جوزيه مورينيو أن يفعلها. نذكر بأن روما كان قد ضيع ركلتي ترجيح عبر إيبانياز، أيضا تضييع كان لمونسيال، ولا ننسى مانشيني الذي ضيع ركلة بتصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلتين، وهو الذي ساهم بتتويج فريقه بلقبه السابع. نذكر مشاهدينا الكرام بأن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف من الجانبين. روما افتتح النتيجة في الدقيقة 35 عبر باولو ديبالا، بعدها مانشيني في الدقيقة 55 بهدف ضد مرمى فرحة. إذن لجماهير إشبيليا الذي يتوج بلقبه السابع على مستوى اليوروبا ليج، وهذه المرة مع مدربه منديليبار. نذكر بأنه على مستوى النهائيات التي خاضها روما والتي اضطر للذهاب فيها إلى ركلات الترجيح، رصيده فيها فوز 1 و3 خسارات. خسر في نهائي 83-82 أو الدور الثاني 82-83 أمام نوركوبينغ ب2-4. بعدها في الكأس الأوروبية من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب، تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت الإسباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية حمراء، أقف